هلا البغل المجنح هذا اللي طلع عليه النبي محمد مو موجود بشيء متحف عند المسلمين؟ لانه انا سمعت انه في عندهم في كلسون للنبي محمد وشحاطه بيروحوا بيتبركوا فيهن، بيمسحوا وجههم فيهن. فهالبغل هذا لما طلع ونزل ما كمان احتفظوا فيه مثلا؟ لا، البغل هذا بيحتاج، الله بيحتاجه، يمكن ما تدري، يمكن بكره ينزل نبي جديد والله يبغى يشوفه. فهمت علي كيف؟ اصلا انت عارف هذه القصه مختلف عليها المسلمين، هم المسلمين مختلفين على اي شيء، حتى شايف الفاتحه، سوره الفاتحه هذه هم مختلفين عليها، هل هي فاتحه من القران او هي دعاء؟ البسمله شايف البسمله هم مختلفين عليها، شايف اسماء الله الحسنى هذه المسلمين اللي حاطيها في بيوتهم، اتحداك انه في مسلم يعرف ايش اصلها ومنين اتت هذه اصلا اسماء الله الحسنى، ما حد من المسلمين يعرف. واصلا اللي اتى بهذه الاسماء الموجوده حاليا اللي هي 99 اسم اللي اتى فيها، في ناس قالوا عنه انه متقول عن الاسلام وكانوا بيكفروه الا شوي، اللي هو الوليد بن مسلم اللي وضع الاسماء الله. هذا اجتهاد شخصي منه طبعا، لانه في مقوله بتقول لك لله 99 اسم من احصاها دخل الجنه، فصار كل صلعه يحاول يحصيها. فهمت علي كيف؟ فاخر من توصل له هذا مغسول الدماغ الوليد بن مسلم هذا اللي طلع، وكثير من علماء المسلمين قالوا هم غيره، هو ماني فاهم. كثير ان طلعوا قالوا انه هو يعني تقول عن الاسلام، انه في اسماء ما المفروض انها تكون موجوده، زي المتكبر، زي في اسماء فعلا هي بتذم في هذا الاله الصنم اللي بيعبدوه، فقال انه هي ما المفروض تكون موجوده، وانه هذا من بنات افكاره يعني. فهم مختلفين على اي شيء، مختلفين عليه، لانه هذا التنظيم العصابي زي ما قلت لك فيه ما في راي ثابت، على اساس كذا كل واحد بياخذ زي كانك داخل سوبر ماركت، كل واحد بياخذ الشيء اللي بيعجبه، فكل شخص له تفسير للاسلام مختلف. يعني هل المسعور وجد غنيم تفسيره زي تفسير الاسلام حق عمرو خالد؟ لا، مختلف، وهذا بيكفر هذا وهذا بيكفر هذا، مع انهم ايش، من نفس البلد، من نفس المدرسه، من نفس التنظيم